نفسك تعملي قدرة قادر وما بتظبطش معاكي؟ تعالي النهارده هنعملها مع بعض من غير كيك ومن غير بيض ومن غير دقيق ومن غير مكونات خالص. هنعملها بايه النهارده؟ هنعملها ببسكوت الاوريو، اكتر حاجه كلنا بنحبها. يلا بقى بلاش رغي كتير، يلا نبدأ العمل. اول حاجه كده معايا 250 جرام من البسكوت الاوريو، ومعايا كوبايه الا ربع من السكر، ومعايا نص كيلو من اللبن، ومعايا الكاستر. هنبدأ بايه؟ هنبدأ باول حاجه نعمل الكاستر بتاعي. معايا نص كيلو لبن، هشيل منه نص كوبايه على جنب عشان ادوب فيها الكاستر. هحط على النص كوبايه دي 4 معالق من الكاستر. انا حابه الكاستر بتاعي يعني تقيل شويه، لو حباه خفيف شيلي معلقه من الكاستر. وهحط هنا حوالي 5 معالق كده سكر، ان انا ادوب الكاستر مع السكر. لما بنحط السكر الخشن مع الكاستر او النشا مش هتخليها تخرز معاكي خالص، هتركنيها على جنب، مش هتلاقيها كده نزلت في قاع الكوبايه او الطبق وتمسك تاني كده. لا، السكر ده بيخليها زي ما هي سايله كده وجميله. جربوها مش هتندموا، هتدعولي. هننزل بقى هنا بالكاستر اللي احنا دوبناه مع السكر الخشن، بالراحه كده، وهنقلب على طول. زي ما انتم شايفين كده هنقلبه على طول عشان يربط معايا. وعلى ما احس ان هو ربط معايا زي ما انتم شايفين هقفل عليه النار خلاص. وهنا هظبط التحليه بتاعته زي ما انا عايزه. يعني ممكن في ناس هتحب الكوبايه الا ربع سكر، والناس هتقلل شويه من الكوبايه الا ربع سكر. طبعا التحليه دي على حسب ذوقك وحبك للسكر. هنا بقى همسك البسكوت بتاعي، هشيل كده كام واحده على جنب، هنزين بيهم في الاخر. هنا بقى همسك البسكوت بتاعي، مش هعمل فيه اي افتكاسات خالص، غير ان انا هكسر بس البسكوت كده زي ما انتوا شايفينه. مش هستخدم بقى ولا مطحنه او كبه او اي حاجه، هي ايدي هكسر البسكوته كده كام قطعه. وبعد كده هنزل بيها في الكوبايات. احنا بنعمل حاجه حلوه سهله وبسيطه، من غير اي شغل كتير فيها، من غير استخدام ادوات كتير فيها. على طول تقومي تعمليها في 10 دقايق. وكمان احنا كده بالشكل ده حلينا مشكلة قدرة قادر. كده نقدر نعمل قدرة قادر كل يوم من غير اي تعقيد واي مكونات كتير. شوية بسكوت اوريو وشوية كاستر، وتحطي شوية كراميل على الوش. كده احنا عملنا قدرة قادر من غير كيكة، من غير اي حاجة خالص. هنبتدي بقى نحط اول حاجة حبة اوريو كده في قاع الكوباية، وننزل فوقيهم بحبة كاستر. وعادي الكاستر سخن مفيش اي مشكلة. وانا هنا ما حطيتش على البسكوت اي حاجة يعني، ولا صوص شوكليت ولا اي حاجة، لان الكاستر هينزل عليه سخن فهيخليه طري حبتين. فمش هنحتاج اي مكونات تانية خالص، هم دول تمام قوي. نبتدي بقى نحط طبقة تانية من البسكوت، وننزل فوقيهم بكاستر تاني، ونزينهم زي ما احنا حابين. زي ما انتم شايفين ده كده الطبقة التانية من الكاستر. يعني احنا عملنا رقين بسكوت ورقين كاستر. نبتدي بقى نجيب البسكوت الاوريو اللي ركناه على جنب، ونزين بيه كده زي ما انتم شايفين. طبعا التزيين اللي تحبيه وتفضليه، التزيين ده لعبتك انتي وذوقك انتي، بس دي مجرد فكرة انا بديهالك. زي ما انتم شايفين الكوباية شكلها حلو قوي. طبعا مش هنملى الكوباية قوي عشان اللي ياخد كوباية طبعا يخلصها. وهنا كنت زينتهم خلاص زي ما انتم شايفين كده. خليت كده بسكوتة زي ما هي وحطيت فوقيها الكراميل، وبسكوتة تانية كده خليتها واقفة شوية ورشيت شوية من البسكوت الاوريو المطحون. حبيت ان انا اغير من فكرة التزيين يعني. زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلت برضو التزيين ده لعبتك انتي وذوقك انتي، ودي مجرد فكرة بديهالك مش اكتر. ودي كانت حلقة النهاردة، حلقة كده سريعة، فيديو سريع كده جميل لطيف. يعني اي حد بجد نفسه في كيك قدرة قادر وبيستصعب يعملها، الفيديو ده هيعجبك جدا وهتقومي تعمليه، مش هياخد منك 10 دقايق، وهيعجبك جدا في الطعم بتاعه. زي ما انتم شايفين كده التقديم كمان لطيف قوي، يعني ان احنا نحطها في كوبايات دي برضو تقديم مختلف ولطيف. طبعا كلنا عارفين قدرة قادر بتبقى في صينية كده وتتقلب وتتقدم، كلنا عارفين قدرة قادر. زي ما انتم شايفين كده حاجة في منتهى الجمال. اتمنى منكم بقى اللايك، متنسونيش في اللايك. شايفين قد ايه جميلة؟ شايفين لمعة الكراميل والبسكوت؟
لمعة الكراميل حلوة قوي فيها، يعني الكوبايتين يعني طريقة التزيين الاتنين حلوين جدا. تعالوا بقى هنا كده ندوق، مش معقولة يعني مش هندوق، تعالوا كده ندوق ونشوف. هنا بقى انا كنت عايزة اجيب الطبقات كلها بس برضو منفعش، يعني المعلقة صغيرة فما عرفتش اجيب الطبقات كلها. زي ما انتم شايفين حاجة في منتهى الجمال والروعة، بجد جربوها ومش هتندموا ابدا. واللي بيحب الكراميل هيعجبه بالكراميل قوي، واللي بيحب كده زي من غير كراميل برضو هيعجبه قوي. ده كان بقى فيديو النهاردة، يا رب يكون فيديو لطيف وخفيف، وانتظروني في فيديوهات قادمة اخرى، وسلام.